أهلا بكم بقناة بصمة التفوق. في هذا الفيديو راح نتكلم عن الهندسة المدنية، فتابعوا يعني. يهدف هذا القسم إلى إعداد كوادر متخصصة في مجال الهندسة المدنية من خلفية نظرية وعلمية تؤهلهم لممارسة اختصاصاتهم والمساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية. ومن أهم الشهادات التي يمنحها القسم هي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بتخصصات الإنشاءات، التربة، الموارد المائية، مواد البناء، الإدارة. باختصار، المهندس المدني هو الشخص المسؤول عن وضع التصاميم الإنشائية لمخططات معمارية مما يطابق المواصفات العالمية المتبعة في ذلك البلد، والإشراف على تنفيذها موقعيا. يقبل الفرع العلمي والصناعي. أما بالنسبة لمعدل القبول فهو مختلف من جامعة إلى أخرى، وأمامك صورة بها كل الجامعات العراقية مع معدل قبولها في سنة 2023. هل التعيين مركزي؟ التعيين غير مركزي، ويشتغل على نفسه ويبدأ بمجاله. كل الشركات الأهلية حكوميا راح تروى وتحصل فرص عمل. بعد الدراسة شنو أكمل؟ تقدر تكمل دراسة ماجستير ودكتوراه. أكو مهندس مدني أهلي وجد المعدل والقسط. اي نعم، اكو اهلي والمعدل 64 الصباحي و62 المسائي، وامامك صورة بكل الجامعات الاهلية وقسطها الصباحي والمسائي. طلاب القسم كلش مهم، لان هو يعتمد على الذكاء والتفكير، يعني الحفظ ما يفيد وياه، وتحتاج همين تدرس مصادر، لان ما تفيدك بس ملازم الاستاذ، لان هي مختصرة وتحتوي بس رؤوس اقلام. واللي يحب الفيزياء يروح للمواد الأساسية بيه، صح مو كلش مثل الفيزياء بس أساسياتها تعتمد عليها.